بسيطة، مين هيكسب الدوري؟ أرسنال ولا مانشستر سيتي؟ هاتكلم النهارده عن 5 أسباب بتتقال ليه أرسنال مش هيكسب الدوري، وهاعرض الكلام ده وأقول ليه ممكن يكسبه، وفي الحلقة الجاية نفس الكلام عن مانشستر سيتي، فيلا ندخل في الحلقة ونشوف ليه أرسنال مش هيكسب الدوري. أول سبب هو قلة الخبرة، ما تخلوش نتائج أرسنال اللي عاملها خلال الموسم ده تنسيكوا إن أرسنال عنده مش بس أصغر فريق في الدوري ولكن أصغر معدل سن أي فريق في كل دوريات أوروبا الكبيرة، ومش بس لعيبته الصغيرة. ارتيتا بدأ الموسم كأصغر مدير فني في دوري انجلترا كله، وبقى دلوقتي تاني اصغر واحد بعد ما ساوثهامبتون جاب جارو انيل من كام شهر كده. فهو ما حصلش قبل كده ان اي مدير فني في سن ارتيتا عمره كسب دوري انجلترا، فاكيد في سبب لده. اعترض. سبب اعتراضي هو ان ارتيتا بصراحه اثبت انه مش اي مدير فني عادي. ارتيتا مش بس نقل ارسنال نقله كبيره جدا في ال3 سنين اللي فاتوا، ومش بس كل اللعيبه اللي لعبت تحتيه اتحسنت كتير جدا في مستواها، ولكن ارتيتا عنده رؤيه وفكر واضح جدا من يوم ما جه. ارتيتا في اول حديث صحفي له بعد ما تعين مدير فني النادي ارسنال قال وباللفظ ان اي لعيب موجود في النادي ده هيتخاذل ومش هيدي كل اللي عنده عشان نادي كبير زي نادي ارسنال ما يلزمنيش ومع السلامه. وفعلا في قرارات كل الناس استغربتها اول ما لاعب زي اودزل ولا اوباما تخاذلوا، ارتيتا ما كانش عنده تفاهم وقام فاسخ العقد ومشيهم من النادي. ارتيتا بعد خساره ليه قدام ليفربول في اول موسم له قال ان صعب جدا على اي فريق يحاول يضغط على لعيبه ليفربول لما يبقى عندهم حارس مرمى ومدافعين بيعرفوا يمرروا الكوره بالسنتي للمهاجمين بتوع الفريق. كان حله لده انه قام رايح شاري رامزديل، شاري وايت، زينشينكو، جابرييل، ومرجع صليبه عشان يبقى عنده بالارقام 5 من احسن 5 لعيبه في الدوري كله بتعمل تمريرات من خط الدفاع. في بدايه الموسم اللي فات في اول 3 ماتشات لارسنال، ارسنال ما عرفش يجيب ولا جول. ارتيتا طلع بعدها وقال احنا لو عايزين نعرف ننافس على الدوري لازم نتعود نجيب على الاقل 90 جون في الموسم. الموسم ده ارسنال في سكته انه لو كمل بنفس معدل التسجيل اللي هو عامله من بدايه الدوري هيخلص الدوري ب 92 جون. فهو اثبت انه عارف كويس جدا هو عايز ايه وعارف كويس جدا هو بيعمل ايه، واللعيبه اللي تحته اشترت تماما. فلو في مدير فني هيبقى اصغر واحد يكسب الدوري في التاريخ ليه ما يبقاش ارتيتا؟ تاني سبب ليه ارسنال مش هيكسب الدوري هو صعوبه الجدول والماتشات اللي متبقيه له في الموسم. في صدفه غريبه جدا ان ارسنال ومانشستر سيتي الاثنين فاضل لهم نفس ال3 ماتشات الصعبه هيلعبوها، هيلعبوا بعض، الاثنين هيلعبوا ليفربول والاثنين هيلعبوا نيوكاسل. الفرق ان ارسنال ال3 ماتشات دول هيلعبهم بره ارضه، وسيتي ال3 دول هيلعبهم على ارضه. ولكن اعتراضي بقى على الكلام ده ان ارسنال الموسم ده اول الدوري بسبب مستواه بره ارضه مش على ارضه. ارسنال وسيتي لحد دلوقتي الاثنين لعبوا 14 ماتش، يعني نص ماتشاتهم بره ارضهم. ارسنال في الماتشات دي جايب 7 نقط اكتر من اللي جابها مانشستر سيتي، والاقوى ان في ال 14 ماتش دول ارسنال حافظ على شباكه من غير ما يدخل فيها جوان في ال9 ماتشات منهم. سيتي عمل كده في 5 بس. لعنه الاصابات. ثالث سبب هو لعنه الاصابات اللي ممكن تحصل لارسنال. لسبب ما كده الاسبوع اللي فات اريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد كان بيندب حظه بسبب الاصابات وبسبب طرد كاسيميرو، وبيقول ان مانشستر يونايتد الموسم ده كله لعب ماتش واحد بس اللي كان قدام مانشستر سيتي بالفريق كامل، ومن نفسه كده قام متبرع وقايل ان الكلام ده عكس فرقه مثلا زي ارسنال اللي لعبت كل ماتشاتها بالتشكيل الاساسي. استنى بس كده، اهدى عليا تنهاج وتعالى نتكلم. من الواضح ان الاخ تنهاج ده مش عايش معانا هنا على ارض الواقع تماما. كلنا متهيألي نتفق ان ده التشكيل الاساسي واحسن 11 لعيب في ارسنال الموسم ده، مش كده؟ طيب التشكيل ده من 28 ماتش بدأ 6 ماتشات بس، لان عندك توماس بارتي اتصاب 5 ماتشات، والكسندر جينشينكو اتصاب 8 ماتشات، جابرييل جيزس اهم لاعب في النادي واكبر صفقه ارسنال عملها في الصيف اتصاب نص الماتشات اللي ارسنال لعبها، 14 ماتش غاب عن التشكيل الاساسي. واقوى حاجه اقولها في حق ارسنال ان يوم ما جابرييل جيسوس ده اتصاب ارسنال كان اول الدوري بفارق 5 نقط عن مانشستر سيتي ومعاه ماتش متاجل. جيسوس رجع الماتش اللي فات، ارسنال كان لسه اول الدوري بفارق 8 نقط عن مانشستر سيتي ولاعب ماتش زياده. فبصراحه وبعكس ما توقعنا ان اي اصابه بتحصل
لفرقة أرسنال بيلاقوا اللاعب والخطة اللي تعوضها. رابع سبب بقى ليه أرسنال مش هيكسب الدوري هو سبب ورقم غريب جدا، وبصراحة ما عنديش عليه اعتراض قوي. أرسنال أكتر فريق في الدوري عمل أخطاء اتسببت بتصويبات على المرمى. أرسنال لعيبته عملت 16 خطأ أدوا لتصويبة خطر على المرمى، أقرب فرقة ليهم عاملة 13 بس. ولكن بالرغم من ده أرسنال عنده تاني أقوى دفاع في الدوري. فهل ده بسبب تألق حارس المرمى أرن رامسديل ولا حظ؟ آخر سبب بقى ليه أرسنال مش هيكسب الدوري هو إنه ما عندوش لعيبة كتير خاضت تجربة المنافسة على الدوري في آخر 10 ماتشات. هما 2 لعيبة بس اللي عندهم الخبرة دي، ولو فاكر إن 2 ده عدد كافي فإيه رأيك بقى بفرقة مليانة منهم؟ اعتراضي على الكلام ده إن حتى سيتي ذات نفسه في يوم من الأيام كده من كام سنة مش من كتير كان عمره ما نافس على الدوري. بصراحة كل حاجة ليها أول مرة تحصل. في آخر حلقة بقى أحب أعرف رأيكم إيه؟ تفتكروا أرسنال هيكسب الدوري ولا الأسباب دي تكون كافية إنه يخسروا؟ قولوا لي في كومنتات تحت، واستنوني الحلقة الجاية لما هنتكلم عن مانشستر سيتي.